السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. أنا إسراء أحمد من كلية علوم جامعة القاهرة ومن تيم علوم كائن. النهاردة جينا نكمل معاكم باقي سلسلة AI Tools اللي بدأناها، ومعانا النهاردة تول مهمة جدا لأن هي بتساعدنا إننا نقدر نوصل للمعلومات العلمية بطريقة أسهل وكمان نكون واثقين فيها. بتساعدنا كمان في إننا نعمل بحث يكون كويس. والتول دي هنلاقيها اللي هي بتفيد أي حد عاوز بيدور على معلومة علمية، فهي هتفيده جدا. هي ممكن تكون بتفيد أكتر الناس اللي هما بيعملوا أبحاث ومهتمين بالموضوع ده، بس طبعا أي طالب في دراسته شاف معلومة وعاوز يتوسع فيها أكتر فهي هتفيده برضه عادي. والتول دي هي كونسنسس ده عبارة عن موقع، وهنشوف دلوقتي نقدر نستخدمه ازاي. أول ما ندخل هيطلب مننا إن احنا نعمل حساب. لو عندك حساب بالفعل من هنا اهو، ولو حساب جديد في sign اهو، بس انا هعمل حساب موجود. تمام، وبعد ما دخلنا الحساب بتاعنا فظهرت لنا الشاشة دي. السايت بتاعنا هو ممكن يكون هو مدفوع، يعني مش مجاني، بس فيه خصائص طبعا للفري. يعني في لو انت مش عايز تشترك فيه فهو طبعا فيه فري عادي، بس طبعا ليميتنج شوية، محدود مش زي المدفوع. فهنشوف ايه المميزات بتاعت الفري من هنا. هنلاقيه بيقول لنا إن الفري لينا 10 مرات نبحث في الشهر. تمام، ممكن تكون هي قليلة، لكن لو خلصت مننا ال10 فرص بتاعتنا فما نخافش، لأن احنا ممكن نعمل كذا حساب عادي. يعني عادي مش هيقول لنا حاجة، يعني ممكن نعمل كذا حساب لو احنا عايزين نبحث أكتر من 10 مرات. تمام، ممكن كمان ندخل بالإيميل الجامعي بتاعنا من هنا. هنلاقيه فيه خاصية اللي هو 3 شهور مجانا بالإيميل الجامعي، وده كأننا اشتركنا، كأننا دفعنا، يعني كأنه مدفوع. تمام، بس أنا هدخل بالفري عادي. ودلوقتي لو عاوزين نبحث عن حاجة هنلاقي البحث بتاعنا، هنلاقيه مقترح علينا حاجات بقى، مواضيع نتكلم فيها لو احنا مثلا عارفين الموضوع بس مش عارفين نسأل ازاي عن الموضوع ده، فهنلاقي أسئلة مقترحة، فحاجة جميلة. تسليم مثلا وجاب لنا أسئلة عنه، يعني حاجات ممكن نقدر نبحث عنها. دلوقتي هنبحث مثلا عن الهرت. أنا عشان عاملاه بالعربي، مختارة العربي، فهو هيظهر بالعربي. تمام، يعني اهو من هنا وندوس هنا setting، هنلاقي اللغة اللي احنا عاوزين بيها، فأنا مختارة العربي. تمام، نرجع تاني. البحث بتاعنا ظهر، يعني قدام كل حاجة، يعني مثلا في هنا مرجع 2 و6، ده لو نزلنا اهو المرجع التاني هنلاقيه. لو دخلنا عليه هنلاقي بقى المرجع كامل اهو. هنلاقي كمان إن قدام المرجع جنبه هنلاقي السنة بتاعته، ده سنة كام نزل، والسيتيشن التوثيق بتاعه قد ايه هو موثق، فدي حاجة جميلة. عشان كده
احنا بناخد معلومة موثقة. تمام. البحث بتاعنا بقى لو عاوزين مثلا نعمل له نسخ، فممكن ننسخه لوحده أو ممكن مع السيتيشن التوثيق بتاعه. ممكن لو عايزين نحطه في ليست أو my favorite، وهنا لو عاوزين نشاركه اللينك بتاعه أو كده. والليست والفافوريت بتاعتنا اهو من هنا. هنا الهيستوري، هنا هنلاقي الحاجات اللي احنا بحثنا عنها، والليست ده الحاجات الماي فافوريت. لو انا عندي حاجات ماي فافوريت فهنلاقيها. تمام. نرجع بقى لخاصية مهمة جدا، هي الفلتر. دي الفلتر دي لو ممكن نلاقيها بعد ما نبحث عن الحاجة أو قبل واحنا بنبحث، هنلاقيها من بره ونفلتر من الأول. تمام. ايه عبارة عن ايه الفلترز دي أول حاجة البيبرز، يعني الحاجة البحث اللي يظهر لنا ده يبقى سنة كام. احنا بقى نختار البحث احنا عاوزينه سنة كام. تمام. والسيتيشن، السيتيشن عاوزينه يبقى يعني البحث اللي يبقى يظهر لنا ده السيتيشن او التوثيق بتاعه يبقى قد ايه. يعني مثلا انا من 100 مثلا، ده كده هيظهر لي السيتيشن اللي هو ليه 100 بس، من 100 فيما فوق. تمام. الميثود، الميثود الطريقة بتاعت البحث تبقى ازاي. وهنا الجورنال ده تبقى البحث اللي يظهر لنا او الحاجات تبقى القيمة بتاعتها قد ايه، يعني هي كويسة قد ايه يعني. والدومين ده على حسب العلم اللي انت بتبحث فيه او الدراسة يعني. وعندنا الكونتري كمان، يعني اختار لنا كمان نختار البحث يكون من انهي بلد يعني. فبصراحة يعني موقع جميل. تمام. بس كده وإن شاء الله أكون قدرت أفيدكم.